السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل إعادة تدوير بسيطة جدا للعلبة اللي انتوا شايفينها دي. قبل ما نبدأ متنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاة وأزكى السلام وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. يلا بينا نشوف الفكرة. هستخدم هنا علبة شاي عادية جدا زي ما انتوا شايفين كده، وهقصها هستخدم بس الجزء ده، وبعدين هستخدم كده قطعة كرتونة هعملها أكبر شوية من مقاس العلبة، بحيث إن أنا أقدر أقفلها وأفتحها بسهولة. وطلعت معايا بالشكل ده. هستخدم معايا هنا كده شريطين من الكرتون، طبعا الكرتون ده خفيف من أي علبة كانت عندي. بعدين هبدأ كده إن أنا أثبته بالشمع على الكرتونة بالشكل ده، بحيث إن أنا أخلي للكرتونة حواف وتكون على شكل غطا. طلعت معايا تحفة كده زي ما انتوا شايفين. هبدأ بقى كده ان انا اغلف العلبة. طبعا انا هغلف الغطا بلون مختلف، لو حابين برضو تغلفوها بنفس الغلاف اللي هنغلف بيه العلبة فمفيش اي مشكلة عادي. هستخدم ورق لاصق زي ده كده، هغلف بقى بيه الغطا من كل النواحي بالشكل ده. نيجي بقى لمرحلة التزيين. هزين كده بالشريط فضي من فوق ومن على الغطا كمان. عملت فيونكة برضو بنفس الشريط وهلزقها هنا، وعملت المقبض من فصوص لولي ولزقت هنا فص لولي. وبس كده طلع شكلها قمر جدا. تقدروا تستخدموها لاكسسوارز، ممكن كمان تستخدموها للميك اب او اي حاجة انتوا حابينها. طلع شكلها خطير بجد، ومتأكدة ان انتوا بعد الفيديو ده مش هترموا تاني علب الشاي ابدا. وبس كده اشوفكم على خير ومع السلامة.